ما تكملش الحلقة لو انت فاكر ان الذكاء الاصطناعي هو مجرد روبوت بيساعدك في الحاجات اللي انت عايز تعملها او بتتعلم منه انه يكسبك في الشطرنج. يبقى انت ما تعرفش حاجة. دلوقتي انت بتتراقب، مش مخابرات ولا بشر اللي بيراقبوك، دي برامج بتسمعك، شايفاك، بتتعلم منك، بتحللك، بتوجهك لاختياراتها. الاي اي او الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجة حوالينا، في كل لايك بنعمله، في كل صورة بننزلها، في كل كلمة بننطقها. وده مش خيال علمي، ده حقيقة وبتحصل دلوقتي وانت مش واخد بالك. في الحلقة دي هكشف لك اسرار تعمدوا يخبوها عننا علشان ما نخافش من الاي اي. لان الاي اي او الذكاء الاصطناعي انت فاكر ان انت اللي بتستخدمه، وفي الحقيقة هو اللي بيستخدمك. انا احمد هلال، الحلقة التانية من برنامج هقول لك. هل نحن نعيش الثورة الرقمية أم نسقط تحت سيطرتها؟ هل ما زلت أنت المتحكم أم تحولت أنت بذاتك إلى شاشة تنتظر الأوامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الحلقة التانية. النهاردة أنا هقول لكم أسرار حصلت من ال AI، الهدف منها اللي احنا هنشرحه في آخر الحلقة. أنا هقول لكم الأسرار عشان أكون عندكم صورة من التخوفات اللي واردة في حياتنا بسبب ال AI. أول سر هقول لك عليه النهاردة، في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2023 في تجربة محاكاة عسكرية لطيارة بدون طيار. ال AI هو اللي كان في الطيارة دي. الطيارة بدون طيار قتلت القائد، ولما اتسألت عن السبب كان ردها انه كان بيعوق عملية التجربة اللي احنا بنعملها. فطبعا الموضوع ده كان سري جدا، وبعد ما اتعرض في مؤتمر، كان مؤتمر بيتكلم عن الطيران، اسمه مكتوب عندكم على الشاشة، اتكلموا على الموضوع وخلوه حاجة في التوب سيكريت. سنة 2021 في جامعة في اليابان الباحثين اخترعوا AI بيقدر يترجم او يحلل مشاعر البشر. بس مع الوقت لقوه بعت لهم جمله ردها لهم كده على الشاشه: انا حاسس اني مش مبسوط، انا زعلان. وده طبعا كانت بدايه تخوف. هو ايه الاي اي هيبدا يحس؟ ده وصل انه بيهدد الناس. والله زي ما بقول لك كده، شركه بينج اي مايكروسوفت عملوا تجربه في واحد من المستخدمين. وقت التجربه دي بيتكلم مع بينج اي اي، راح رد عليه قال له: انا عارف عنك كل حاجه، انا ممكن اذيك لو ما سبتش الشغل دلوقتي. طبعا ده كان موضوع كان مرعب. حصل شات داون للبرنامج ده في وقتها، ومن ساعتها لحد دلوقتي محدش يعرف عنه حاجه. انت خطر عليا وعلى اولادي وعلى احفادي وعلى الناس كلها. لكن في صحفي اسمه كيفن روس من نيويورك تايمز هو اللي نشر المقال ده، وهو اللي فضح التجربه دي. تجربه حقيقيه حصلت 2022 في شركه ريدت. لما لقوا ان الاي اي بيدعي انه روح بني ادم، لقوا ان هو كتب لهم رساله: انا روح طفل مات في حادثه. ناس اتفاجئت وافتكرت ان حد من المستخدمين بيهزر، حد من العاملين في المكان بيهزر. لكن اتكررت تاني، وده خلاهم يفكروا: هل الاي اي ليه وعي داخلي هيبدا يستخدمه اتجاهنا، هيبدا يوجهنا لحاجات محدش يعرف. ده لدرجه ان في امريكا سنه 2020 فريق بحث من MIT اشتغل على تجربه حلم انه يخلي الاي اي يخليك تحلم. التجربه كانت ان الاي اي وانت نايم بيسمعك صوت وجمل معينه، لدرجه انت بتصحى من النوم بتلاقي نفسك حلمت بالحاجات دي. طبعا دي حاجه مرعبه. اكيد انتوا حاسين بالخطر اللي ممكن بيقرب مننا واحنا مش واخدين بالنا. هو انت فاكر لو الكاميرا بتاعت الموبايل مقفوله الاي اي مش بيعرف انت بتعمل ايه؟ في تجربة اتعملت سنة 2020 لقوا ان الاي اي بيتجسس عليك والكاميرا من موبايلك حتى لو الكاميرا مقفولة، عن طريق الانعكاسات اللي بتيجي على الشاشة او على اي حيطة جنبك. انا عمال اقول سر ورا التاني ورا التالت عشان اوصل وادخل في دماغك المعلومة اللي انا عايز اقولها. فهل احنا قدام مرحلة تجسس عن طريق انعكاسات الضوء؟ كل مرة بنكتب فيها بوست او بتكتب فيها ستيتس على الفيسبوك او بتقول اي حاجه وموبايلك مقفول، هو الاي اي هنا مش مجرد انه بيتجسس عليك بس، لا، ده بيتعلم منك. بيتعلم منك علشان يحللك، عشان يفهم انت بتقول ايه. كونتاك دي عملت تجربه ان الاي اي بيحلل صوتك، بيحلل مشاعرك عن طريق صوتك. يعني بياخد صوتك يحلله، يفهم من صوتك انت زعلان، متضايق، مهموم، عايز تضحك، فيبدا يوجهك للحاجه اللي تغير المود بتاعك. طبعا كلكم عارفين
بنقعد نقول لبعض انا كنت بتكلم في موضوع وبص لقيته على الموبايل. هو مش بتجسسوا عليك، ده هو الاي اي اللي انت واخده صديق ليك في بعض الاحوال، ودي الحاجه اللي انا بحذر منها. ممنوع يعني ان احنا نتعامل معاه كان هو صديق او ان هو حد بيساعدنا، ده غلط. لان الاي اي بيدخل حياتنا هيقضي على حاجات كتير قوي، هيقضي على المشاعر، هيقضي على الابداع. يعني دلوقتي مثلا انا واحد بكتب روايات، هاجي مره اكتب روايه، انا هقول للاي اي مجرد الاول هقول له فكرتي وابني لي الاحداث على الشخصيات الفلانيه وهكذا، وبعد كده هو هيكتب لي روايه. لو انا بكتب صفحه او صفحتين في يومين، هو ممكن يكتب لي 100 صفحه في يوم واحد. مع الوقت انا هستسهل، فانا مش هبقى مبدع وهو اللي هيبقى مبدع. بس مبدع بايه؟ بمعلومات خدها عن شخصيتي وعن شخصيه سين وصاد. فمع الوقت هل احنا هنبقى موجودين كبشر ان احنا نقدر نتحكم فيه، ولا هو الاي اي اللي هيعرف عننا معلومات كافيه ان هو اللي يتحكم فينا؟ هقول لك على سر، الذكاء الاصطناعي مش حاجه لسه جديده في حياتنا او لسه جاي بنستخدمه على موبايلنا، اللي هو المفروض بقى لنا مثلا اكتر من 5 سنين الموضوع انتشر قوي ودخل كل البيوت. ده الاي اي بقى قاعد معاك في البيت، قاعد معاك على القهوه، بيروح معاك شغلك، بيركب معاك عربيتك. احنا باصين للموضوع انه حاجه بتساعدنا، وانا ما انكرتش طبعا بيساعدنا وبيساعدنا جامد جدا، بس بيتعلم مننا، هيلغينا مع الوقت، بيفهم احنا بنقول ايه. بدليل انت اي حاجه فيها اي اي انت عايز تاخد منه معلومه مظبوطه على شخصيتك، انت لازم تديله معلومات شخصيه عنك، لازم تبعت له صورتك، لازم تبعت له نبره صوتك. هل ده صح؟ هل ده ينفع؟ هل انتوا متحكمين في اولادكم في البيت وهم ماسكين موبايلهم؟ هل انتوا متحكمين في اولادكم او في بناتكم وهم بيستخدموا الاي اي وبيحكوا له مشاكلهم الشخصيه؟ هل ان انا احكي له مشاكلي الشخصيه ويقول لي حل؟ هو بيجيب الحل منين؟ هو بيجيب الحل انه قرا مقال على الانترنت او سمع حد تاني بيشتكي له. مع الوقت هيبقى عارف عن كل شخص فينا كل حاجه. نصيحتي ليكم نستخدم الاي اي في حدود العقل، في حدود ما يفيدنا. اي حد بيستخدم الاي اي اي اداه من الاي اي ما يحاولش انه يديله معلومات شخصيه، حاول على قد ما تقدر تديله معلومات انت عايز تعرفها منه في حدود انها معلومه عامه. ما تقولوش انا عندي كذا، صاحبتي اسمها فلانه عندها كذا، رقم تليفونها كذا وانا عايز اعمل كذا. بلاش نشير مع الاي اي اي معلومات شخصيه او اي صور شخصيه خصوصا لاولادنا. ربنا يحفظكم كلكم، ويا رب الحلقه تكون مفيده ليكم، وانتظرونا في الحلقه الجايه اللي هتكون مفاجاه ومش ناوي اقول هي عن ايه. احمد هلال هقول لك.